السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نهار جديد وفيديو جديد، نتمنى يلقاكم كتمتعوا بالصحيحة والسلامة والسعادة والهنا. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم الغريبة ديال الكوك بالسميدة مع جميع الأسرار ديالها باش تنجح معكم من أول التجربة. ما تبخلوش عليا الا عجبكم طبعا الفيديو بلايك وباشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. على بركة الله نبداو. كناخدو واحد الاناء اللي غادي نخلطو فيه هاد الغريبة، كنديرو القليل من الملح، ايضا غادي نضيفو 3 ديال البيضات يكونوا من الحجم الكبير. غادي نضيف 2 ديال الفاني كيعطيها واحد النكهه زوينه، كأس ديال السكر حبيبات، من الاحسن يكون الحبيبات رقاقين، يعني ديك السنيده الرقيقه. غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال المربى، اما ديال المشمش ولا ديال البرتقال. الا كان ديال البرتقال غادي يكون احسن، لان الكوك كيتواتى بزاف مع المذاق ديال البرتقال. ونخلطو مزيان حتى كتذوب لينا هذيك السنيده. وداك المربى كيعطيها واحد التعليكه وكتجي رطبه وما كتيبش دغيا. راه ما غاديش نسرع الفيديو باش نخلي الفيديو موضح، يعني جميع المراحل فيه. غادي نضيف الزيت شيئا فشيئا مع التحريك المستمر، نخلطه جيدا حتى تمتزج جميع العناصر. غادي نضيف بشور ديال البرتقال، يعني قشرة ديال البرتقال محكوكة. انا كنحكها وكنديرها في علبة وكنخليها في مجمد. غادي نضيف 2 ديال الكؤوس ديال العنبة مملوئين بالكوك. الكوك يجب ان يكون يعني كوك جديد، يعني الرائحة ديالو زوينة والمذاق ديالو زوين، وكيكون ميدم، وكيكون اللون ديالو ابيض ناصع هكا، باش كنعرفوا ان الكوك. كاين واحد الكوك كتكون فيه واحد الطيبه بحال ديال الصابون، يعني راه قديم، يعني داك الكوك غير ما تشريوش ما تخدموش به. واخا يكون عندكم في الدار وتشوفوا ان دار داك المذاق هكاك وديك الريحه هكاك، عرفوا انهم غادي يضيع لكم الحلوه ديالكم، يعني من الاحسن ما تستعملوش. غادي نضيف واحد الخماره باكيه ديال الخميره ديال الحلويات من فئه 15 غرام. نخلط الكل جيدا، وفي الاخير غادي نضيف السميده. غادي نضيف ما مجموعوه 4 الكؤوس ديال السميده، وكتبقى دائما السميده على حسب النوعيه، ماشي دائما كنضيفوا 4 الكؤوس. يمكننا نديرو 3.5، يمكننا يبقى لنا ربع كأس من الكأس الرابع، يعني ماشي دائما كتكون نفس القياس، يعني على حسب السميده النوعيه ديال السميد. والسميده يجب ان تكون ديك السميده الرقيقه. في هذه المرحله هذه غادي نحيد الفوي باش غادي نستعمل يديا باش نتحكم هكا في العجين ونعرف القوام ديالها كيف داير.
لان العجينه خصها تبقى خفيفه شويه، ولكن في نفس الوقت ما تكونش جاريه وايضا ما تكونش قاصحه. كما قلت لكم انا راه خدات لي 4 الكؤوس ديال السميده. هنا راه مازال خفيفه، يعني غادي نضيف ليها وغادي نغطيها ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق. بما شعلت الفران يسخن، بما وجدت سكر كلاصي، غادي تكون شربات هذاك الخليط، شرب ديك السميده شربات. شتي العجينه كتبقى رطبه ولكن ماشي جاريه. كندير واحد الكميه ديال ماء الزهر اللي كنبقى ندوزها في يديا هكا باش ما كتلتصقش لينا داك الخليط في يدينا. كنديروا يدينا في ماء زهر وكناخذوا القياس اللي بغينا، كنكوروها وكندوزوها في سكر كلاصي. الحجم ديال هاد الغريبه كيبقى اختياري، ولكن من الافضل نديرو حجم متوسط، ما هي صغيره ما هي كبيره. واللي وصل معايا الفيديو حتى لهنايا نزلوا وديروا واحد اللايك، خليوا لي واحد اللايك للفيديو، شكرا لكم بزاف. وما تنسونيش ايضا بواحد التعليق. كنمررها جيدا في سكر كلاصي وكنحاول ناخذها بين يديا وايضا نضيف ليها سكر كلاصي ونكورها جيدا باش كتقبط ليا واحد الكميه مهمه ديال السكر كلاصي بهذه الطريقه اللي كنوريكم. كنضغطوا عليها واحد شويه وكنزلوها في لاطه ديال الفرن. لما كنتهي وكندخلوها للفران اللي ساخن جيدا وكنقصوا عليه النار لاقصى درجه، كنديروها في الاسفل والنار من الفوق حتى كتبدا تشقق، كتنفخ شويه وكتبدا كتشقق، عاد كنطلعوها للفوق وكنخليو النار من الاسفل، النار اللي هي متوسطه، وكنخليوها حتى كتحمر، عاد كنوليو ننزلوها لتحت باش كيتحمر من الوجه ديالها. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. راه كتجي رائعه، والمذاق بداك المربى ديال البرتقال والبشور ديال البرتقال، يعني راه كتجي واحد المذاق ولا اروع، وكتنجح من اول تجربه. نتمنى انني نكون فدتكم ولو بالقليل، وما تبخلوش عليا باللايك الفيديو، وايضا اللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا لاكبر عدد ممكن ان شاء الله، وتكبر العائله ديالنا. ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاهل والاحباب والاصدقاء، والى الملتقى ان شاء الله.